السلام عليكم. أهلا بيكم في عالم التطبيقات. لو أنت مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات، تقدر دلوقتي تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد ومفيد في عالم التطبيقات، ونقدر نشرح لك كل التطبيقات اللي تهمك في حياتك، سواء كانت تطبيقات محلية أو تطبيقات عالمية، زي تطبيقات العقارات وتطبيقات السيارات والتطبيقات اللي بتسرق بياناتك وحساباتك، وكمان تطبيقات التعارف. وهنتكلم النهاردة عن تطبيق قائمة الاتصالات من دروب. حجم التطبيق 23 ميجا بايت، وعملية التنزيل اللي تمت للتطبيق أكتر من 10 مليون عملية تنزيل. وكمان التقييمات على جوجل بلاي من قبل المستخدمين عالية. تطبيق دروب بيوفر لك كل احتياجاتك المتعلقة بجهات الاتصال في مكان واحد، يعني مش محتاج ان انت تفتح كذا تطبيق عشان تتصل او تبعت رسالة او تشوف مين اللي بيتصل. كل ده تقدر تعمله من خلال دروب، وكمان بيقدر يكشف لك هوية المتصل حتى لو مش مسجل عندك، وبيسجل لك المكالمات، وبيعمل لك تذكيرات خاصة بجهات الاتصال زي أعياد الميلاد أو بميعاد محدد. وكمان دروب بيقدم لك واجهة واحدة لجميع جهات الاتصال بتاعتك، سواء كانت على موبايلك أو على حساباتك زي فيسبوك أو تويتر. وبرضه ممكن تخصص له وتختار الألوان والمظهر اللي انت بتحدده وبيكون مناسب ليك عشان تستخدمه للتواصل مع الآخرين. وزي أي تطبيق بيكون فيه بعض من العيوب، بعض المستخدمين بيشتكوا من عطل مفاجئ للتطبيق، وكمان بيكون فيه بطء في التحميل، وده بيستغرق التطبيق وقت طويل جدا عشان يحمل أو يستجيب للأوامر. وفي بعض المستخدمين بيشتكوا من صعوبة في تسجيل الدخول، وبيواجه صعوبة في تسجيل الدخول للتطبيق أو عند إنشاء حساب جديد. وكمان بعض المستخدمين هو الجهاز الأندرويد بس. في بعض المستخدمين اللي معاهم أندرويد بيقولوا إن التطبيق مش مناسب معاهم. وكمان في مشاكل في الخصوصية، إن هو بيجمع البيانات وبيقوم التطبيق بجمع بعض البيانات الشخصية للمستخدمين، مثل جهات الاتصال أو سجل المكالمات، وكده يبقى التطبيق معاه كل سجلات المكالمات بتاعتك. وكمان انت بتشارك معاه البيانات، وده بيقوم التطبيق بمشاركة البيانات مع أطراف تالتة، وممكن يكون خطر على خصوصية المستخدمين. وفي مشاكل تانية هي الإعلانات المزعجة، إن التطبيق بيحتوي على إعلانات مزعجة وغير ذات صلة خالص بالتطبيق. وكمان عدم وجود دعم فني، والتطبيق مش بيوفر دعم فني كافي للمستخدمين في حالة وجود أي مشاكل للتطبيق. أتمنى أكون وصلت التطبيق بشكل سهل وبسيط، وياريت بعد تحميل التطبيق كل واحد يقول رأيه في التعليقات، سواء كانت تعليقات إيجابية أو تعليقات سلبية، عشان كلنا نستفيد.